لو مت اعرف ان انا اتأثر في حق كتير قوي. المسكنات مبقتش تعمل حاجة والمرض انتشر في جسمي. انتوا بتعملوا معايا كده ليه يا رب؟ مش لاقي مستشفى اتعالج فيها. لو صحتك خانتك مش هتلاقي جنبك غير الزوجة الصالحة اللي بجد بتكون سند ودعم في الأوقات الصعبة، فأحسنوا الاختيار من أجل هذه اللحظة. الزوجة الصالحة دي رزق كبير من ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. وأعظم كلمة قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة إني تزوجتك فقيرا فأغناني الله بك. زوجة شيكا أثبتت إنها بنت أصول، واقفة جنبه وبتدعمه وخايفة عليه. حقيقي ربنا يجازيها خير ويشفيه ويخلي لهم ولادهم يا رب. ادعوا له ربنا يتمم شفائه على خير. ان شاء الله الصبح هطلع على مستشفى السلام، اشوف غرفه لشيكا يتحجز فيها، ياخد فيها الكيماوي لحد ما يطلع التحليل البيولوجي. طبعا احنا في وضع سيء جدا، لازم شيكا كان يتحجز النهارده اصلا. لفيت النهارده وكلمت كذا حد عشان اشوف المعهد القومي، بس المعهد القومي للاسف ما فيهوش مرافق. فحد كلمني على مستشفى السلام اللي في السلام وقال لي ان هناك اسعار الغرف اقل شويه من بقيه المستشفيات. فان شاء الله الصبح هاخد شيكا وشنطه الهدوم وهاخد التحاليل والحاجه وهنطلع على مستشفى السلام اللي في السلام. فادعوا لي ربنا يكملها على خير وشيكا وان شاء الله بكره يلاقي مكان يتحجز فيه، عشان هو تقريبا حد بالرعايه الفتره دي. وادعوا لي ربنا يتم الشفاء على خير. ابراهيم حياته في خطر، ابراهيم حياته في خطر، ودي اول مره هطلع اقول لكم كده. كل مره كنت بطلع اطمنكم واقول لكم في امل وهنخف وهنعمل وهنسوي. ابراهيم حياته في خطر. ابراهيم الورم انتشر في جسمه كله، الورم بياكل في كل حته في جسمه. ابراهيم ما بقاش قادر اصلا يطلع لايف ولا بقى قادر يقعد كده حتى عشان يتكلم معاك. يعني يا ريت تخلوه ياخد الكيماوي اللي المفروض ياخده. ليه كده؟ ليه دايما بتعملوا للبني ادم قيمه لما يموت؟ ابراهيم في مرحله خطر جدا يا جماعه. ابراهيم دلوقتي وصل لمرحله ما باليد حيلة زي ما بيقولوا، لازم يتحجز في المستشفى. وعشان يتحجز في المستشفى رحت مستشفى الدفاع الجوي النهارده عشان يتحجز اليوم ب15,000 جنيه. فانا لازم دلوقتي اشوف مستشفى حكومه عشان ابراهيم يتحجز فيها. يا رب تحسوا بالنار اللي في قلبي. مش قادر.